بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على من صلى عليه ربي والملائكة الكرام، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدثنا وقلنا بأن الكل ميت، صغير أو كبير، قوي أو ضعيف، لئلا أحد على الدنيا بباق ولا الدنيا باقية لأحد. مفيش حد على الدنيا باقي ولا الدنيا باقية لأحد، لأن ربي حكم في القضية الإلهية فنادى في محكم التنزيل قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يبقى كل ميت، والله لو 7 أرض هتموت، تداري نفسك ولو كنت في حصون مشيدة هتموت، يعني هتموت. ولذلك لما جلس سيدنا سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عايزك تركز معايا في 5 دقايق وتصلي على سيدك محمد. سيدنا سليمان كان يجلس معه دائما ملك الموت، كان بينزل يقعد معاه. وفي يوم من الأيام وهو يجالس ملك الموت إذا بوزير سيدنا سليمان يجلس ما بين ملك الموت وما بين نبي الله. جبريل اللي يروح قاعد، فملك الموت ينظر إلى الوزير نظرته استعجاب واستغراب. ملك الموت يعرف كل ابن آدم، إنما الوزير ما يعرفش. فلما انتهت زيارة الوزير مع سيدنا سليمان، وقبل أن يذهب الوزير ملك الموت انصرف، فسيدنا سليمان الوزير قاعد مش على بعضه، في حيرة. فالوزير بيبص كده بيقول له: يا نبي الله. قال له: نعم. قال له: من الذي كان يجالسنا ثم انصرف؟ يعني مين اللي كان معانا ومشي؟ قال له: انه ملك الموت. الوزير سمع كلمة ملك الموت واعصابه كلها فكت من بعضها. ده انا بسمع اسمه بتخض منه. اول ما ابقى قاعد معاه: اسمع يا نبي الله. قال له: نعم. قال له: استحلفك بالله ان تنقلني من هنا الى بلاد الهند، اخر البلاد. قال له: ليه؟ قال له: ما ينفعش انا وملك الموت في مكان واحد. انا شفته خلاص وعمال يبص لي مره واثنين يبقى مش هينفع انا وهو. فسيدنا سليمان بيكلمه كده بلغه المنطق، بيقول له: وهل انتقالك الى بلاد الهند يمنع قضاء الله اذا حل بك؟ يعني لما تروح بلاد الهند مش هتموت. قضاء الله لا يقابل الا بالتسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. ارض الله واسعة، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما
يشاء فلا تكن متعرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قال له ماليش دعوه وديني. فامر سيدنا سليمان الرياح فانتقل الى بلاد الهند. بعد الوزير ما راح بلاد الهند جاء ملك الموت مرة اخرى متعجبا فسأله سيدنا سليمان ما سر تعجبك يا ملك الموت؟ قال حينما امرني الله. بتوحد الله. انا بتعجب من حاجة كده. قال له ايه هي؟ قال له حينما امرني ربي ان اقبض روح وزيرك في بلاد الهند. ربنا امرني اخذ روح هناك. فتعجبت لما رأيته هاهنا ببيت المقدس بفلسطين. فلما حل قضاء الله ذهبت الى بلاد الهند فوجدته ينتظر قضاء الذي لا يغفل ولا ينام. اينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى هتموت. عيش زي ما انت عايز. عيش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق. انت كده كده ميت. سيدنا نوح عنده 1575 عاما. استنى يا عم الحاج بعد اذنك. 1000 ايه 1575 يا عم. ده القرآن بيقول فلبث في قومه 1000 سنة الا يعني 950. تقوم انت تجيب الرقم. ايه الرقم ده كله؟ اقول لك ال 950 دول عمر الرسالة اللي كان بيبلغها. انما العمر الكلي اللي عاشوا على الدنيا 1575 عاما. واول ما نام على فراش الموت سأله ملك الموت. قال له ايه بعد ما تصلي على سيدك محمد؟ قال له يا اطول الانبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ بيسألوا الدنيا عاملة ايه؟ ابو كام سنة؟ ابو 1575 عاما. الدنيا عاملة ايه؟ ده في واحدة ست راحت لسيدنا داود بتعيط وتبكي بتقول له ابني مات في عز شبابه. عارف عز شبابه كام سنة؟ عشان تقيس على نفسك. قال لها كان عنده كام سنة يا أمة الله اللي مات في عز شبابه؟ قالت كان لديه 200 عام. عنده 200 سنة. ما هي الأعمار كان بسم الله ما شاء الله. ميت عنده 200 سنة. فقال لها يا أمة الله ما بالك بأمة لا يتجاوز أعمارهم ما بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك. ده في أمة هتيجي اللي هو احنا 60 70 80 يعني قليل يعدي. فتقوم المرأة تقول له يا نبي الله ويبنون البيوت؟ قال نعم ويبنون ويشيدون ويعمرون القصور. قالت والله الذي لا اله غيره لو انا من هذه الامة لقضيت 70 عاما في سجدة واحدة لله. لو انا من الامة دي 70 سنة هي سجدة واحدة. فملك الموت بيسأل سيدنا نوح بيقول له كيف وجدت الدنيا؟ 1575 عام اكيد عملت كل نفسك فيه. لو يقول لك انا اتعب لحد ما يبقى عندي 40 سنة وابطل شغل بقى عشان اعمل مستقبل لعيالي. ده 1575 عاما. قال الدنيا كبيت لها بابان دخلت من الاول فخرجت من الاخر. شوف اللي احنا عمال نصارع في الدنيا ونجمع مال من حلال ومن حرام ونسرق ونزني ونعمل ونسوي عشان خاطر الدنيا. قال كبيت لها بابان. هات لي واحد دخل القبر وخد معاه اي حاجة من اللي جمعها في الدنيا